وقالت لي لا انت لازم تقعدي واقعدي اعملي الاكل وانا مش هتاخر وهاجي بسرعه. وفعلا خرجت امي وانا دخلت بقى المطبخ علشان ابدا ان انا احضر الاكل وكده. وبعد حوالي كده نص ساعة لقيت فجأة جوز امي داخل عليا المطبخ وانا كنت واقفة ولقيته ماسك كده في ايده ازازة زيت زيتون. وقال لي بقولك ايه، حاولي تسمعي كلامي، انا مش هتعبك خالص، انتي بس اسمعي الكلام وريحيني علشان اريح. بعد وفاة ابويا امي نزلت علشان تشتغل عشان تصرف علينا. وقتها بقى انا كان عندي 19 سنة. امي للاسف ما كانش قدامها غير انها تنزل تشتغل باي طريقه، حتى لو تشتغل اي شغلانه. الشغل ساعتها زاد على امي لدرجه ان هي حاولت ان هي تشتغل شغلانتين في يوم واحد، لاننا كنا قاعدين في شقه بالايجار والاسعار كانت كل يوم بتزيد عن التاني. والشغل بتاع امي ما كانش بيقضي لينا اي حاجه، وما كانش مكفي حتى لينا مصاريف اكل وشرب ولا حتى ايجار، لان انا ابويا بعد ما مات ما سابلناش ولا مليم حتى في اي بنوك، ولا كان سايب لنا معاش، لانه كان شغال يعني زي الاجري اللي هو زي ارزاجي كده باليوميه، زي اللي بيشتغلوا كده باليوم، يعني يوم ويوم لا. طبعا احنا ما خلصناش من قلة المصاريف وكده، لا حتى ما كناش بنخلص من كلام الناس اللي ما كانش بيرحمنا يوم بعد يوم. وخصوصا بقى ان انا وامي لوحدنا وعايشين لوحدنا في شقة، وعايشين كمان من غير راجل، فكل الناس كانت بتتكلم علينا. في يوم من الايام، واليوم ده انا فاكراه كويس قوي، اتقدم لامي عمي صلاح الجزار. عمي صلاح ده كانت دايما عينه على امي من زمان قوي، وكان بيفضل يلمح لها ان هو عايز يتجوزها. ده حتى امي بتقول انه قبل يعني ما ابويا ما يتوفى كان بيحاول ان هو يعكسها، يعني يجيب معاها سكة، لكن لما ملقاش معاها سكة بقى فكر ان هو يتقدم لها ويتجوزها. امي ساعتها بقى وافقت علشان ترتاح بقى من التعب بره والشغل والبهدلة، وما صدقت انها لقت واحد يصرف علينا، وكمان علشان يبقى قاعد معانا علشان نترحم شوية من كلام الناس وكده. هو بصراحة ما كانش يعني بيأثر معانا في حاجة من حيث المصاريف من أكل وشرب كده وإيجار، كان بيجي يقعد معانا يوم وكمان يقعد عند بيته تاني يوم، وعلى هكذا عدت الأيام. وأنا كنت دايما بعتبر عم صلاح ده بالظبط كده هو زي أبويا، وكان عمره ما أثر معانا في أي حاجة، كان دايما بيدينا مصاريف وزيادة، وبيدينا إيجار وبيصرف علينا، بيجيب لنا أحسن الأكل، وكان كمان أنا بيديني كده مصروف من فترة للتانية. في يوم من الأيام كده لقيت عم صلاح كده بيجي عندنا، بدأ يجي عندنا يعني أكتر ما بيروح عند بيته التاني، ودايما بيفضل قاعد جنب أمي يقعد مثلا يتغزل فيها، وأنا كنت ساعتها ببقى قاعدة جنبهم، ويعمل مثلا حركات مش كويسة. وأمي ساعتها كانت بتتكسف مني يعني، وبتقول له اسكت البت قاعدة، فيروح باصص لي كده ويغمز بعينه. انا كنت فاكره يعني ان هو بيحب امي وكده، لكن في مره من المرات بقى وجه اليوم الاسود عليا، ان في مره من المرات لما امي نزلت السويقه ولقيته كده جاي وبيقول لي انا عايزه اتكلم معاكي شويه. لقيت الواطي ده جاي بكل جراءه وبيقول ان هو مشتهيني، ولقيته كمان بيقول ان هو اتجوز امي علشاني انا، وقال لي ده انا من ساعه يعني ما اتجوزت امك وانا مش حاسس باي حاجه جديده في حياتي، ومش حاسس ان في تغيير يعني بين امك وبين مراتي الاولى. يعني ده امك كانت زمان حلوه، لكنها دلوقتي بقى خلاص راحت عليها وكبرت وكمان ما بقتش تنفع، وانا كمان عايزك مكانها. انا يعني مش هصرف عليكم وهقعد ادفع لكم اكل وشرب وادفع لكم الايجار وقعدكم كده بدون مقابل، لا انا عايز مقابل. وطبعا هو كان بيتكلم، وفي نفس الوقت كان كل ما هو كان بيتكلم كان عمال يعمل حركات مش كويسة وهو بيتكلم. انا كنت ساعتها بحاول ابين ان انا مش خايفه، زعقت له كده وقلت له لو سمحت ما تتكلمش في كل ده، يا اما هقول لماما وكده. راح قايل لي لا، ما انا قلت لك ان انا عايز مقابل، ولو كده انت وامك هتقعدوا في الشارع ومش هتلاقوا اي حد يصرف عليكم، خصوصا بعد ما امك سابت الشغل وكده. ولقيته بيقول لي على فكره ان اوعي تكوني خايفه، ما تخافيش، ده انا هسيبك بنتي زي ما انت، لكن اسمعي كلامي. في الوقت ده طبعا لقيت امي جت من بره، جت من السوق، وهو بقى بعد عني وعمل نفسه ان هو كأنه بيتكلم معايا. وانا ساعتها دخلت الأوضة وسبته. كنت ساعتها خايفة ومرعوبة، وقعدت افكر في الأوضة جوه، طب يا ترى اعمل ايه؟ طب انا لو رحت قلت لامي، اكيد يعني لو قلت لامي امي هتتخانق معايا وهيحصل مشكلة كبيرة، وساعتها هيسيبها ومش هيصرف علينا ولا جنيه. فكرت بقى ان انا لازم اضحك عليه وكل شويه واقول له مثلا بكره بعده ده انا تعبانه مش عارفه ايه، احاول ان انا اطلع له باي حاجه وخلاص، لحد ما اشوف بقى هوصل لايه. المهم عدى بقى على الكلام ده اسبوع، وانا فعلا لا حكيت لامي اي حاجه ولا رضيت اقول لها حاجه، ولقيته فعلا كمان هو ما كانش بيتكلم معايا خالص طول المده دي، لحد في يوم من الايام كده لقيته بيحاول ان هو يبعت امي في مكان بعيد زياره يعني لواحده قريبتنا وكده، وقال لها ما تخافيش، ده انا قاعد مع البت وكده في البيت،
امي ساعتها كانت طبعا هي مأمنة له، ما هي مش متوقعه انه ممكن يعمل حاجه زي كده، لانه كان بيعاملني قدامها بطريقه كويسه جدا، وكان بيجيب لي حلويات وحاجات زي كده وبيديني مصروف، بيعاملني كأنه بنته بالظبط. انا ما اعرفش يعني ازاي امي سابتني معاه، بس هي كانت مستأمنة يعني، لانه كان قعد معانا شهور، فمتوقعه ان هو ما يقدرش يعمل اي حاجه. المهم مشيت، وحاولت ساعتها قبل ما امي تمشي حاولت ان انا افهمها ان انا لازم اروح معاها، وانها ما ينفعش تسيبني لوحدي في البيت وكده، لكن هي رفضت وقالت لي لا انت لازم تقعدي، واقعدي اعملي الاكل وانا مش هتاخر وهاجي بسرعه. وفعلا خرجت امي، وانا دخلت بقى المطبخ علشان ابدا ان انا احضر الاكل وكده. وبعد حوالي كده نص ساعة لقيت فجأة جوز أمي داخل عليا المطبخ، وأنا كنت واقفة ولقيته ماسك كده في إيده إزازة زيت زيتون، وقال لي بقولك إيه، حاولي تسمعي كلامي، أنا مش هتعبك خالص، انتي بس اسمعي الكلام وريحيني علشان أريحك. ساعتها أنا اتضربت وحسيت إن هو هيعمل حاجة، بصراحة ما كنتش عارفة أعمل إيه، يعني أصوت ولا ألم الجيران ولا أعمل إيه. المهم ساعتها إن أنا اتنرفزت واتعصبت ورحت زقيته على الحيطة، وفضلت إن أترجى فيه إن هو يسيبني، لكن هو كان عنده إصرار باللي عايز يعمله. ولقيته فجأة شدني وزقني على رخامة المطبخ وبيرفع الهدوم. وقتها بقى حصل اللي حصل، حسيت ساعتها بعذاب رهيب وألم رهيب. يعني قلت له انت بتعمل ايه؟ ده انا لقيته بيقول لي مالك، ده انا بعمل معاكي بالراحه علشان بس اول مره، وكمان عشان تتعودي على كده. وفضل لغايه كده فتره كبيره، وبعد كده انا ما عرفتش اقاوم. بعد ما هو خلص اللي كان بيعمله سابني وخرج، وقعدت في المطبخ لوحدي وانا واقعه على الارض وبعيط. وساعتها كنت عماله اندب حظي، ما عملتش اكل، ورحت داخله على اوضتي وقفلت على نفسي الباب. وبعدها بحوالي ساعتين لقيت امي جت ودخلت على المطبخ علشان تشوفني عملت الاكل ولا لسه، واستغربت قوي لما ما لقتنيش عامله الاكل. لقيتها عماله تنادي عليا وبتقولي هو انت ازاي ما عملتيش اكل لغايه دلوقتي؟ ازاي نايمه لحد دلوقتي وما صحيتيش؟ طب عمك صلاح يتغدى ايه؟ لقيت بقى عمي صلاح بيضحك كده وبيقول سيبيها سيبيها، انا هطلب اكل من بره، اصل هي تعبانه شويه. وفعلا لقيته طلب اكل من بره، وحطوا الاكل وقعدوا ياكلوا. انا طبعا مرضتش ان انا اخرج اكل معاهم من الصدمه اللي انا كنت فيها. ولقيته دخل الاوضه بتاعتي وجايب لي الاكل بنفسه وبيخبط على الباب، فتحت له لقيته بيقول لي وهو بيديني الاكل بقولك ايه، انا عايزك تتغذي كويس قوي علشان المره الجايه ما تقعيش مني. انا كنت بتعامل بالراحه خالص، بس انا بعودك. ولقيته بيضحك كده ضحكه مستفزه، وراح سابني في الاخر وخرج. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه حتى اقول لامي على حاجه زي دي. يعني حتى لو رحت وقلت لامي اكيد هتسيبه، اكيد يعني اكيد امي عمرها ما تستحمل حاجه زي كده، بس مش عارفه اقول لها ولا لا. اكيد لو انا قلت لها هيحصل خناقه، وساعتها امي بعد ما ارتاحت من الشقه والتعب اللي كانت بتنزله، وكانت تروح تتغرب علشان تشقى وتجيب لنا شويه فلوس، اكيد هترجع وتشتغل تاني. انا مش قدامي غير حل واحد، غير اني اسيب البيت وامشي. ما انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي مع الراجل الجشع اللي عايش معانا ده. انا حاسه ان انا حياتي بتتحطم كل ما يمر عليا يوم بعد يوم وانا قاعده في البيت ده. انا عايزه امشي منه باي طريقه. انا مش عارفه انا ذنبي ايه ان يحصل معايا كده وانا لسه عندي 19 سنه. وانا لو ما قلتش لامي اكيد هو هينتزع الفرصه وهيعمل نفس اللي بيعمله ده على طول. انا مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. انا فتحت لكم قلبي وحبيت ان انا احكي لكم حكايتي علشان تساعدوني وتقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي في المشكله اللي انا واقعه فيها دي.